أنا طول عمري أسمع عن غيرة الصحبات وحقارتهم، بس اللي بعمري ما كنت أتوقعه إنه صاحبتي المقربة تغار مني لدرجة إنها تاخد وتسرق وتتزوج الشخص اللي أنا كنت أحبه. ويا هلا وغلا فيكم، ولا تنسوا تحطوا لايك وكومنت واشتراك القناة. وعلى السريع خلونا نبلش. أنا اسمي نجد، القصة صارت معي من 2 سنين تقريبا، وأنا هلأ عمري 22 سنة. بوقتها أو بداية القصة يعني عموما كان عمري 13 سنة. كنت وقتها بكلم شاب، هذا الشاب كان اسمه فيصل، وتعرفت عليه عن طريق أخوي. كان هذا فيصل كان صديق أخوي. المهم أنا كان عندي صديقتي يلي هي كانت شو البست فريند، صديقة الطفولة، يعني 10 سنين يا جماعة، بعرفها من لما كان عمري 5 سنوات. هاي البنت كان اسمها سارة. بوقتها كان فيصل يضل مع أخوي ويجي عنا ويتغدى عنا، يعني حرفيا يا جماعة يضل عنا 24 ساعة، يعني ببساطة دايما عنا. ومع الأيام صرت أشوفه يبتسم لي وأنا أبتسم له وهيك، يعني أنتوا بتعرفوا هاي الحركات تاعت الإعجاب وهيك. فبيوم من الأيام كنت أنا بالمول مع صاحبتي سارة، وأنا بطريقي على الرجعة بالبيت، فشفته كان واقف مع أخوياه وجا عندي وصار يحكي لي مرحبا نجد، أختي بدها تتعرف عليكي، فأعطيني رقمك على أساس إنه هي تكلمك يعني. فحكيت له تمام. يعني كنت يا جماعة وقتها طفلة بوقتها، يعني أكيد ما حيخطر لي إنه بده هذا الرقم إله، وإنه هاي الحركات مش أخته اللي تكلمني، يعني أنتوا عارفين كيف. فبعد هيك ضلينا السنة كاملة نتواصل على أساس شو؟ على أساس إنه فيصل هو أخته، يعني أنا قاعدة بتواصل مع هذا الرقم على أساس إني أنا قاعدة بحكي مع أخت فيصل. ومع الأيام أقعد أحكي معها، أحكي لها مثلا يعني على أساس إنه هي أنثى، يعني إنه سجلي لي ريكورد أو تعالي نحكي مكالمة أو كذا. كانت دايما ترفض، وهذا الإشي كان يخليني أحس إنه في إشي مش مزبوط. فمع الأيام فيصل فجأة اعترف لي وصار يحكي لي إنه أنا فيصل، وإنه أنا والله عملت هذا الإشي عشان أنا كنت بدي أحكي معك ومن هالحكي. وطبعا أنا وقتها بس سمعت هذا الكلام انصدمت وعصبت، وبطلنا نتواصل لمدة 3 أشهر. وبال3 أشهر هاي أنا طبعا خبرت سارة بكل إشي صار معي، وهي كانت تحكي لي أعطيني رقمه، وأنا والله لا أربيه والله لا أعلمه شلون يسوي هيك وذا الكلام. وأنا طبعا أعطتها الرقم هاد. فيعني هي صارت تكلمه وصارت ترسل له أشياء ويحكوا مع بعض وأبصر شو. بس مع الوقت سارة صارت ترسل له أشياء عني وتحكي له كلام عني مش مزبوط أبدا. كلام يعني يا جماعة تحكي كلام على أساس إنه هي بدها تشوه سمعتي قدام فيصل ليصير يكرهني. شو هذا الكلام؟ يعني كانت تقعد تحكي له إنه والله نجد بتدخن، إنه والله مش عارفة إيش، إنه هاي وحدة صايعة، إنه أبصر شو. طبعا أحكي لكم شغلة عني يا جماعة، أنا سعودية، أبوي سعودي بس أمي لبنانية. فكانت سارة ببساطة تحكي هالأشياء وتحكي إنها بتحكي مع شباب وأبصر شو كذا وكذا. ولما فيصل يستغرب فتقعد تحكي له بكل بساطة، تقعد تحكي له وأنت شو متوقع منها، يعني وحدة إمها لبنانية شو متوقع؟ بكل بساطة وبكل صفاقة بالأحرى بتحكي هذا الكلام وبتتم المليان. على كل حال خليني أكمل لكم شو صار. ببداية هديك الفترة لما كانت سارة تحكي لفيصل هاي الأشياء، بالبداية ما كان يصدقها، بل وبالأحرى كان يجي يحكي لي يا نجد ترى صاحبتك سارة حكت لي هيك 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 عنك. وأنا وقتها بس حكالي هيك أنا ما صدقته. يا جماعة أنت مين؟ يعني هاي صديقة عمري، فيعني انت مين اصلا عشان انا اصدقك انه انت حاكي لي انه هي حكت لك كذا كذا كذا. فاخذت الموضوع بضحك وهزار ومن هالحكي، فما كتيرش يعني عبرت الموضوع هاد. وصرنا انا وياه نتواصل يوميا على الانستغرام بعد هديك الجاب اللي صارت بيننا لمده 3 اشهر. يعني وقتها كانت ساره تشوف شو نحكي، وكانت دائما تقعد تحكي لي يا بنت الحلال هذا ما بحبك، هذا قاعد بتسلى فيكي، وهذا لا شغل زيجه ولا ابصر شو، ولو بحبك كانت تقدم لك. وانا اقعد احكي لها يا بنت الحلال لساتنا صغيره، للعلم هو اكبر مني ب6 سنوات، يعني اول ما كنا نحكي مع بعض كنا لسه اطفال، وانا هسه حاليا عمري يعني 14 وهو 20. فهي كانت غيرانه طاقه غيره، بس انا بوقتها كنت مش فاهمه ليش يعني، ولا كنت فاهمه اصلا انها غيرانه مني. فعلى كل حال انا ضلتني على تواصل مع فيصل انستغرام واتساب، وحبيته حب يعني حب مجنون. عرفتوا هذا الحب هذا اللي زي ما بيحكوها روميو وجولييت قلبنا. فعلى كل حال اتعلقت فيه جدا وجدا جدا جدا، وكنت متعودة إني أنا شو كل يوم أصحى ألاقي منه مسج أو نتراسل مع بعض. فبيوم من الأيام بس حالكو ولا بطلع على التليفون، ما فيش شي، مش باعت لي مسج زي العادة يعني. فإنه بطلع هيك أنا مستغربة تمام، لأنه بالعادة بيبعت لي صباح الورد كيفك وزي هيك. فضلتني أنا مستغربة ومصدومة من هذا الوضع. فصرت أحكي عادي بنت مش مشكلة، يمكن مشغول هسه بكلمك اصبري وزي هيك. فمرق يوم يومين 3 أيام أسبوع، يا جماعة الخير شهر كامل، شهر كامل ما كلمني بيوم. فبيوم من الأيام
عزمتني سارة عندها على البيت على العشاء، وأنا كنت ماسكة جوالها على أساس إني أنا بدي أشوف شغلة من عندها يعني. فوأنا ماسكة جوالها إلا توصلها رسالة صوتية باسم مين؟ باسم الشخص اللي أنا بحبه، باسم فيصل. لا وما شاء الله مسجلة اسمه فيصل وجنبيه قلب أحمر. فأنا استغربت يعني إنه ليش ما خبرتني يعني إنه هي بتتراسل معه وهيك، فتجاهلت الموضوع. إلا فجأة وهي بتسمع الرسالة أنا خلص فجأة استوعبت الموضوع هذا كلياته. إنه أولها كنت أنا شاكة يعني، صرت أحكي أكيد يعني مش هالفيصل الوحيد بالكوكب، أكيد بيكون في 1000 فيصل يعني. فلما فتحت الريكورد وهي مبدئيا فتحت الريكورد يعني بعيد عني، عرفتوا علي كيف؟ بس مستوى الصوت تاع الريكورد باغتها وأنا سمعت الصوت وحكيت خلاص أنا هذا الصوت بعرفه كتير منيح. فرحت لها حكيت لها انت مع مين بتحكي؟ ليش ما بعرف اشي؟ وانت على اي اساس قاعده بتحكي مع فيصل؟ وقلبنا وقتها طوشه مش طبيعيه يا جماعه. وانا بعد ما نرفزت وطوشت انا وياها مسكت حالي واغراضي، وبعد ما هاوشتها وطلعت من دارها وكلمت اخوي يجي يردني الدار. ويوم رجعت انا رحت كلمت فيصل وقلت له بمزح يعني كيف يعني انه زي هيك بتحسي تختبر المي البارده او شيء زي هيك. حكيت له بما معناه يعني يعبرنا يا مدمرنا. فقام فيصل بكل بساطة شاف رسالتي وما رد عليها. فأنا حكيت ما شاء الله. ومن بعديها فيصل خلاص اختفى نهائيا من حياتي، اختفى لمدة 2 كاملات. أنا وياه ما كنا نتكلم فيهم نهائيا، ووقتها صار عمري 16 سنة. وبهالسنتين هاي كانت عبارة عن إني أنا مقهورة عليه وعلى صاحبتي وعلى كل إشي صار. يا الله يعني الوضع كان جدا كارثي. فالمهم إجا نهار وأنا كنت وقتها قاعدة بلم الغسيل، ولا ألاقي لكم توصلني رسالة جدا طويلة يعني بالعامية جريدة، كانت من فيصل وهو كان بيعتذر لي وبيحكي لي خلينا نرجع نتكلم، وإنه هو ندم وإنه سارة كانت معبي راسه علي ومن هالحكي. وبعت لي سكرينات وهي كانت جالسة تتكلم علي بالغلط يا جماعة، وتقعد تحكي كلام قذف محصنات يعني الله يهديها. وأنا هون كنت بس بدي أهاوشها، بس وقتها تراها كانت مبلكيتني يعني من كل البرامج. فبكل بساطة أنا صدقت فيصل ورجعنا على تواصل، وللأسف رجعنا بعلاقتنا من أول وجديد. وأنا هسه كراوية بحكي لك يقطع شرك أقسم بالله. على كل حال مرت فترة تانية وأنا وسارة إجوا أهلي وأهلها وصالحونا ورجعنا أصحاب من أول وجديد. ورجعت أحكي لها وتحكي لي زي ما كانت تحكي لي أول، وأنا أحكي لها لا مستحيل هو بيحبني. لا هون أنت حالفة يمين تخرجيني عن شعوري، وأنا هسه بحكي لكم كراوية. يا شطورة يا أمورة يا بنت الحلال. أمل اصحي، أمل إيش فيكي؟ أمل البنت هاي قرصتك رجعتيها على حياتك؟ لا ورجعتي تحكي لها أسرارك وتناقشيها؟ إيش وضعك؟ أوه ماي جاد. لا استني رجع لك بآخر القصة، بس خلينا نكمل على العموم. المهم تقعد تحكي لي وتشككني فيه، وانا اقعد احكي لها لا مستحيل وهو بيحبني وبخطبني قريب واكيد رح نضل انا وياه، ومن هالقصص هاي كلياتها. فعلى كل ضلينا انا وفيصل على تواصل لمدة 3 سنوات، حب وغزل يعني وانتوا عارفين هذا الكلام. وانا كنت مفكرتها مبسوطة الي وزي هيك. فللعلم انه هي كانت سارة اكبر مني بسنة، يعني وقتها كان عمرها 19 سنة وانا كان عمري 18 سنة. فهي وقتها تعرفت على شاب من احد البرامج وخطبوا واهلها وافقوا وزي هيك يعني. فبوقتها انا انبسطت لها وكنت يعني عن جد يعني عايشت لها حالة الحب اللي هي فيها وسند إلها واخت وصديقة، بينما هي كانت عايشت للحقد والغيرة والنفاق والكره يعني ببساطة. فكملت السنة هاي وكملت هي وخطيبها، وفجأة هوب طب ألاقيلكوا إنه سارة وخطيبها تركوا، وعلى أساس إنه هي شو عندها أسبابها الخاصة. وأنا بس سمعت الكلام هاد حزنت لها بشكل مش طبيعي، وحزنت على الشاب يا جماعة، لأنه أنا كنت شايفة إنه هو جدا بحبها وكنت شايفة حبه إلها بعيونه. فمرة واضح يعني هذا الكلام كلياته. وجرب يرجع لها مرة ومرتين وهي ما كانت تقبل بالمرة. وبوقتها أنا صرت 19 وهي صارت 20، وهي رجعت تتواصل مع فيصل وطبعا بدون علمي. فبيوم من الأيام كان فيصل مغير حساباته، وأنا وفيصل تهاوشنا عشان بس طلب مني انستغرام سارة. أنا ما كنت أدري إنهم أصلا بيتكلموا يعني، وصرت أحكي لا أكيد لا إيش تهيأ لك أنت تطلبه مني يعني. وتهاوشنا عشان هذا الموضوع، وصار يحكي لي اسمعي يا نجد، يا بتبعتيه ونكمل سوا يا ما تبعتيه وانسي إنك عرفت الشخص اسمه فيصل. أنا هون يعني انصدمت تماما. ولك الله ربي صار لي بعرفك 6 سنين، إنه إيش بك أنت يعني؟ وأنا قلبت عليه وزعلت منه، ووقتها خبرت سارة باللي صار، وصارت تحكي له خلص ما عليكي أنا بكلمه تتصالحوا، وأنا قبلت يعني. لا أمل أنت حالفة يمين تجلطيني، أمل صحي بالله عليكي. فالمهم والأخت سارة راحت زي الشطورة الأمورة
خربت زيادة بدل ما إنه تصالحنا، وانقطعت أخباره عني لمدة 9 أشهر. وبيوم من الأيام فجأة وصلني خبر كان زي الصاعقة، كان أبشع خبر بوصلني بحياتي. ببساطة كنت بقلب بحالات الواتساب وأنا فجأة شفته حاطط سكرين شوت عن حالة أمه، وهي أمه كانت حاطت له صورته ماسك بوكيه ورد وجنبيه أمه وخالته وأبوه، ومكتوب ببساطة عريسنا شيخ الشباب. الله الله على المفاجأة الحلوة. وطبعا بعد ما سألت ورحت وإجيت عرفت إنه خطب صديقتي الفاضلة سارة، وأنا انهارت واكتئبت وحزنت مرة وقطعت علاقتي بسارة نهائيا. مع العلم قليلة الحياة هاي عزمتني على الخطبة وما رحت، وهم هلأ متزوجين وعندهم ولد اسمه محمد. واللي بدي أحكي لكم إياه يا جماعة، واللي بدي أنصحكم فيه، إنه ما حدا يحط ثقته الكاملة بأي شخص حتى لو كان بينهم 10 سنين. أنا انغدرت يا صبايا من أقرب الناس إلي، والله لا يجرب حدا فيكم. يعني أنتوا شايفين كمية الجلطات؟ صاحبة القصة المشكلة حيرتني، أنا حسيتها هبلة. هسه هي في عندها هبل. مبدئيا أنت صاحبة القصة، أنت عندك هبل. إن قرصت من البنت ترجعيها على حياتك ليش؟ لا، وأنا ما انحريت غير لما حكيت لك أعطيني، أنا بكلمه كمان مرة. كيف أعطيها إياه؟ يقطع شرك يقطع شرك، كيف أعطيها إياه؟ أوه ماي جاد. بتعرفوا إني أنا كنت أحكي مع البنت بحكي لها ولك يقطع شرك إيش هاد؟ بعدين بحكي لها إنه هاي سارة حرتني، صرت أحكي لها الله يخزيها. فالبنت يعني اصلا مقضيه اصلا، فبتحكي لي يا علي، بتحكي لي انا شو اللي الله يخزيها وبس، بتحكي لي نفسي ادعس بنيعها. يا الله يا جماعه، ولكو يا الله الكرنبه تاعت البنت هاي، يلا الخبط. بس احكي لك شغله يا صاحبه القصه، والله لخير. ولك واحد زي هيك، واحد نجس زي هيك قاعد يعني بتاخده كلمه وبتوديه كلمه، وإيش هذا ما بدك اياه يا ماما، هذا ما بدك اياه. واحمدي الله انه هو من هلا بين حياته. تخيلي لو تجوزتيه يا حبيبتي وجبتي لك بوبو اي حاجه من ريحته شايلها ولا مش عارفه شو، اوكي، ويطلع لك هاي، يطلع لك الخبات اللي فيه ويطلع خاين، ساعتها ما بدك تروحي بحالك وانت هيك امامي، وين بدك تروحي بحالك يا حبيبه قلبي؟ لا، الحمد لله انها بينت يا حبيبتي من اولها. والطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات. طبعا بعرف انه هاي الجمله مش هيك معناها، بس فعليا برضو ظابطه، يعني لانه الخبيث ما بده الا الخبيث، وطنجره ولا اضغطاها. خليهم يا حبيبتي، والله 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 غير حقك يرجع لك، بس انت اصبري. بالايام لحالها بدك بتجيب لك حقك لحالها، اقسم بالله. انت بس اصبري وحطي رجل على رجل وحتلاقي الحياه واللعبه دارت كامله وبس. الله يجبر خاطرك. وبالنهايه انا بدي احكي لكم يعني واسالكم شو رايكم بافعال ساره هي صاحبتها؟ بدي بس كلمه من قلبكم لصاحبتها ساره وبس والله. واحكوا لي شو رايكم بنظام التريلر الجديد اللي حطيته بمقدمه الفيديو هاي وبس والله. لا تنسوا تدعموني، وحطيت لكم رابط الانستغرام والتيك توك بصندوق الوصف لاي بنوته حلوه حابه تبعت لي قصتها. والله يحميكم اجمعين يا حبايب قلبي.